أنا نشكرك الساعة كفنان وأول فنان في تونس ما بعد الثورة ينزل للميدان بهالحجم هذايا وباش يغطي ويوصل للرأي العام معاناة معناها مساجين سياسيين اضطهدوا في الحقبة البورقيبية وفي عهد بن علي. واجب خويا. نعم. وللأسف الشديد أن التجربة علمتنا أن كل ثورة اللي يتولاوا السلطة بعد الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية والطاغوتية، السلطة السياسية اللي تتولى إدارة الأمور، أول شيء تعمله هي أنها تصدر مرسوم تعفو، وهذا ما حصل في تونس. فصدر مرسوم العفو عدد واحد من أجل معناها إعادة الحقوق إلى أصحابها. ما راعنا أنه هذا المرسوم لم يفعل بالكامل كما هو مطلوب، لأنه الأصل فيه هذا المرسوم هو كان أول استحقاق من استحقاقات الثورة وأول مكسب من مكاسب الثورة التونسية باش نتجاوزوا الاحتقان اللي حاصل في البلاد. ولكن ما راعنا لأنه تعطل. أنا الشيء المقتنع به طالما أنه هالمرسوم هذايا اصدر في الأيامات الأولى متاع الثورة مباشرة بعد رحيل الطاغية، آن الأوان بعد هالسنين بعد عامين أن اللي تعداو الأصل فيه أن القانون هذا والمرسوم هذا يتفعل من غير اللجوء إلى آليات أخرى وتجاذبات. ولكن الذي عطل تفعيل هذا المرسوم لأن المرسوم هذا الذين سيستفيدون منه هم الإسلاميين بكل صراحة، لأنهم هم أغلبية. ثم نحن كإسلاميين نقول ليسوا نحن المستفيدين منه، هذا المرسوم سيستفيد منه كل ضحايا الاستبداد من يساريين من قوميين من نقابين، كل من ناضلوا بدون استثناء وبقطع النظر على اختلافاتهم الإيديولوجية، فهذا حق من حقوقهم في تونس ما بعد الثورة. ولكن المؤسف والمخزي أن نحن كمناضلين وكل التوانسة يعرفوا، وانت خذيت عينات وانا ما نحبش نحكي في وضعي الشخصي، لأن الموضوع الذي من أجله وأنا في هذا المكان تحت معناتها راية اعتصام الصمود، فنحن صامدون. والتوانس الكل يعرفوا اللي الناس اللي كانوا يلقبوا فيهم بالأخوانجية في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي ويتهموا فيهم بالتطرف، هالناس هذوم ما تطرفوش، هالناس هذوم ما همش جايين خاطرهم جياع، الناس هذوم ما همش جايين خاطرهم محرومين كما قاعدين يسوقوا في بعض الوسائل الإعلامية. وعلى ذكر الإعلام نحتج على الإعلام الرسمي أنه ما جاش وغطى هالمكان هذا لأنه فيه خيرة المناضلين، وهذه شهادة للتاريخ، ومن ينكر هذا فهو يغالط نفسه. وأنا أذكر الإعلام وأقول للإعلام يا إعلام إذا لم تأتي وتغطي هذا الحدث فأنت ستخطئ مرة أخرى في حق هؤلاء المناضلين كما أخطأت في التسعينات عندما أمرك بن علي في 91 بأن لا تغطي محاكمات الإسلاميين، فها أنت تقع في نفس الخطأ. وحقنا عليك كتونسيين لأننا نحن كمناضلين نحن جزء من التونسيين، وهذا الملف ملف حارق. ولكن هؤلاء الرجال صبروا وصمدوا وتريثنا، قلنا تونس تعيش ثورة، قلنا فما أولويات، وضحينا بمصالحنا. اليوم اللي ولدوا ضحية وكما حكاوا إخوتي السجناء، أنا ولدي اليوم إذا كان معناها أنا في السجن ما يكملش يواصل يقرأ، ولدي اليوم لو كان يواصل يقرأ راهو عنده شهادة، راهو أستاذ، راهو طبيب، راهو محامي، ذنبه على شكون؟ ذنبه على الدولة. وليكون في اعتبارك سي عبد الرؤوف أنه نحن رانا تظلمنا في عهد دولة طاغية، نحن اليوم نطالب بحقنا من دولة. إذا علاش ما يقعش الاستجابة للحق هذا المشروع؟ يعني علاش فسروا لي ما فهمت. الاستجابة يعني وانتم عملتوا مقابلات مع أطراف من الحكومة، إيش بها الأمور ما تحلتش؟ الاستجابة هي رهينة تجاذبات سياسية. عايش خويا اعطيني الصحيح. الصحيح سنقول الصحيح ونقول كلمة حق. تفضل. الحكومة هذه حكومة الترايكة. نعم. الأغلبية فيها لحركة النهضة. نعم. الذين اضطهدوا كما اضطهدنا. نعم. وهم معنيون بما نحن معنيين به. نعم. هؤلاء يسايرون الأوضاع. علاش ما يقفوش معاك؟ لا خلينا نكونوا واضحين. لنكون واضحين. كانوا ينجموا يعطيونا أولوية. نعم. لكن مصلحة البلاد تقتضي أنهم أجلوا، لأنه السياسيين، وأنا نقولها لك
اللي كانوا في 18 اكتوبر، ويعرفوا التوانسه مجموعه الاحزاب السياسيه اللي كانت تدير 18 اكتوبر ما قبل 14، وكان اهم مطلب يناضلوا عليه السياسيين ووظفوه هو العفو التشريعي العام. يعطيك صحة. وعندما حصل في تونس ما بعد الثورة تنكروا له واعتبروا أن الإسلاميين ناضلوا في سبيل الله. هذا كلام قال، نعم ناضلنا في سبيل الله ولا نتراجع، ولكن طالما أنه حدثت ثورة وحدثت نقلة نوعية وبالإمكان أن تعوض الدولة وتقوم بواجبها تجاه الضحايا، فهو حق من حقوقنا كبقية المناضلين في تونس بعد الثورة. في 17 جانفي سقطوا شهداء، سقطوا جرحى، من حقهم أن يتمتعوا بحقوقهم. نحن فينا شهداء. العفو التشريعي العام طبق العفو التشريعي العام في جزء منه. أيوة. فعل في جزء منه. أيوة. هناك ناس معناها عادوا إلى سالف الأنشطة نتاعهم. أيوة. لكن ليس بالرتبة الحقيقية. ما فماش تنظير، فما تلامذة تو مازالوا ما رجعوش، فما زاد ناس ما طلبة كيف. أيوة. فما ناس ضحايا، فما ناس يعني اوقفوا على العمل وليس له ما يثبت باش نجم تصور الملف نتاعو، هذا على حساب شكون؟ فما ناس طردوا ولم يسجنوا، اطردوا خاطر عنده قريبه خوانجي، عنده قريبه اسلامي، عنده ابوه اطرد من الخدمه نتاعو وبقى ضحيه. اليوم هذا كيفاش نحلوا له مشكلته؟ وبالتالي عندما صدر هذا القانون هو يشمل الجميع، يشمل كل الضحايا، فنحن نستغرب معك هذا التباطؤ. نحن هذه الوقفة إذن باش نختم الكلام نتاعي، هذه الوقفة لأمر مهم ووحيد، وأولا لأمرين، هو تفعيل هذا المرسوم وإخراجه من الوزارة إلى القانون حتى يصبح قرار رسمي، ما يبقاش مرسوم، يولي قانون ويتفعل. والمعايير متاع التفعيل هذه من اختصاصات رجال القانون ورجال الحقوق الذين يعرفون المعايير الدولية، ما نجمش ندخل فيها. شكرا.